الفترة الترياسية بدأت من حوالي 252 مليون سنة بعد الانقراض البرمي اللي مسح تقريبا 90% من الكائنات الحية، وانتهت عند 201 مليون سنة بانقراض تاني برضه بس مش بنفس الرعب. يعني حوالي 51 مليون سنة من التجارب البيئية والتجارب التطورية ومحاولات الكوكب انه يلم نفسه. طيب ليه الترياسي كان مرحلة فاصلة؟ لأن ببساطة الدنيا كانت خربانة بعد الانقراض الأعظم، واللي حصل في الترياسي كان زي إعادة ضبط المصنع. النظم البيئية ابتدت تتكون من أول وجديد، والكائنات الباقية بدأت تتفرع وتتكيف. أول الديناصورات اللي ظهرت في أواخره والثدييات البدائية بدأت تزحف تحت الظل، لكن كل ده مش بيحصل في أول يوم، لا الموضوع خد وقت طويل. طب ويا ترى كان إيه شكل الكوكب في الترياسي؟ واحدة من أبرز سمات الترياسي كانت إن القارات كلها كانت لسه عاملة لمة عيلة في سوبر قارة واحدة اسمها بانجين، يعني متخيلين تقدر تمشي من أمريكا لأفريقيا من غير ما تعدي بحر. بس التجمع ده كان خلق مناخ غريب جدا، مناطق داخليه كانت شبه صحراويه ومش مستقره، والسواحل كانت غنيه بالكائنات البحريه، والمناخ العام كان جاف وسخن، كأن الارض داخله على ازمه منتصف العمر. يعني لو فكرتوا تعيشوا في الترياسي لازم تكونوا بتحبوا الحراره والقارات المدمجه والكائنات اللي بتتفرج عليكم وهي بتقرر لو انتوا سناك ولا صديق.